الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. مهورتنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مهورتنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. مسيرة أمة وشعب ولاده وبناته، شيارها سلم وحب والغادي سعادته، فيها أمن وسلام، تاريخ مجد الوطن، لا حرب لا سلاح، معجزات الزمان. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. مهورتنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مهورتنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلا داون عيت الحاج عزيز كرئيس فرع محلي أقدز إقليم زاكورا جهة الدرعا تافيلات، كمؤسسة شامل الصحراوي للمغاربة في العالم داخل الوطن خارج الوطن. نشكاد غسد نحيا الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يقليم ورزازات. يعني نكني نشكاد ايتو قدز نشكاد سوار جازت اللي غنحيا الذكرى 47. ارن تشكار ندمد اللي دوشكانين اسكان داخل اسكان داخل الوطن خارج الوطن. المهم نشكاد نحيا الذكرى. المهم انصر ربي سيدنا سيدي محمد السادس اقليدنا، انصر الاسره العلويه، يعني الحمد لله هات بخير تزري المسيره بخير وعلى خير. لا هات نفرح المسيره الخضراء. المهم كل شيء زري بخير وعلى خير. نشكت تنكني نمثل ك اقليم زاكورا دو قدز ايا غنحاضر. المهم هات يزري كل شيء بخير وعلى خير. اللهم لك الحمد. نتشكر كراسنا العامل نوار زازات، تنسار تنتشكر بهرة، ولا السلطة المحلية تنتشكر، ولا كل شيء. المهم كل شيء زري نسفل ديال الخطاب الملكي. يعني الحمد لله هات بخير يزري كل شيء بخير. نتشكر نزهة الفلحة كرئيسة الجهة درعا تافيلات نتشكر. نتشكر يقمتنا سي قراب تنتا كرئيس فرع اقليمي ورزازات الكل تنتشكر بها. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الإدريسي محمد، الكاتب العام لمؤسسة جمع شمل الصحراويين المغاربة في العالم. كما هو معلوم فقد تم الاحتفال بالذكرى 47 لعيد المسيرة الخضراء بمدينة ورزازات يومي 5 و 6 نوفمبر 2022. هاد اليومين اللذان تميزا بمجموعة من الأنشطة. فكان اليوم الأول مجموعة من الندوات والتدخلات من طرف أعضاء المجموعة أو أعضاء مؤسسة جمع شمل الصحراويين المغاربة في العالم. فكانت مجموعة من المداخلات عرفت بالمسيرة الخضراء وبالإيجابيات وبالمعالم والقيم التي تنبني عليها. وكما تم إعطاء مجموعة من الندوات التي عرفت بالمسيرة الخضراء والترحم كذلك على جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طراه الذي كان مبدعها ومحررها. وفي اليوم الثاني اليوم أي اليوم السادس أي يوم الوطن فقد تميز بمجموعة من الأنشطة، منها أن الوفود التي جاءت من مجموعة من الجهات الأربعة للمملكة المغربية الشريفة فقد تم زيارة المآثر التاريخية
التاريخية لمدينة ورزازات كقصبة توريرت وكذلك المركز السينمائي فقد تشرفت هذه الجهة بتوضيح وإعطاء مجموعة من المعالم السياحية التي عرفتنا بها. وكذلك اختتم هذا اللقاء أو هذا الحفل بمسيرة بيضاء جابت أهم شوارع مدينة ورزازات محفوفة بالرايات وصور الملك محمد السادس نصر الله وإياداه، وكذلك بمجموعة من الأشخاص الذين سايروا هذه المسيرة. وفي الختام تم الوصول إلى ساحة 3 مارس وتم الاستماع إلى الخطاب جلالة الملك محمد السادس نصر الله بمناسبة هذه الذكرى. الإنصات إلى الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات. وبهذا تم اختتام هذا الحفل البهيج الذي عرف نجاحا باهرا، وكذلك عبرت فيه مؤسسة جمع شمس الصحراويين المغاربة عن علاقتها الوطيدة بالعرش العلوي المجيد وكذلك بالأعياد الوطنية الشريفة. بهذه المناسبة نتقدم إلى رئيسة جهة درعا فلالة السيدة نزهة الفلحة التي قامت باستضافة أو بالقيام والإشراف على هذا الحفل، ونتمنى لها التوفيق في كل مهامها، وهذا يشكر وتشكر عليه كثيرا لأنها قامت بفعل وطني تاريخي عبرت فيه عن مدى مصداقية وطنيتها، والشكر لها مرة أخرى.